في شوية ناس كده بتيجي تقول لي أنا عملت كل حاجة أنت قلت عليها بس برضه مش عارف أخليها تحبني مع إن قيمتي عالية. وهي دي المشكلة، إن أنت قيمتك عالية. الكلام ده ينطبق يعني لو أنت عايز تخليها تحبك من الصفر، أو لو أنت عايز تخليها تحبك من الشات في الحقيقة، في قعدة تعارف، في خطوبة رسمي. الكلام ده ينطبق في كل المواقف. أنت عارف لو أنتوا أصلا سوا بس الدنيا ما بقتش كويسة وأنت عايز ترجعها تهتم بيك، برضه الكلام ده هينفع معاك لأن طبيعة الأنثى واحدة. واللي أنا بقوله دايما بينطبق على جميع انواع العلاقه، لان كون ان بنت مدياك فرصه تكلمها اصلا ده معناه ان هي شايفه ان انت فيك بذره امل كده ان انت قيمتك اعلى منها. لان طالما بنت، لو انتوا لسه بتتعرفوا وسامحه لك تكلمها، او لو انتوا اصلا سوا، او لو بداتوا تخشوا في مرحله التعارف، فكون ان هي مدياك الفرصه دي اصلا ومدياك ريق حلو بتكلمك، ده معناه ان هي شايفه ان انت ممكن تكون اعلى منها، لان هي عمرها ما هتبص لحد في مستواها. دي قاعده لازم نكون متفقين عليها. وانت في مستواها مش هتبص لك. طب لو انت في مستواها، ايه اللي ممكن توصل له؟ اخرك فريند زون، او اللي هو زمايل، صاحبتها من الاخر عشان ابقى صريح. هي شايفاك صاحبتها، او واحد عمرها ما هتفكر فيه ان هو يكون عندها من ناحيته 1% مشاعر. ده عشان انت بس في مستواها، انا ما بقولكش اقل منها. طب لو اقل منها ايه اللي هتشوفه؟ مش هتشوفك، هتلاقي بقى البلوك. او لو انت مثلا خدت رقم هتلاقي رقم غلط. او لو انت رحت قعدة التعارف بتاعه وما تردش عليك اصلا، فتروح تسال ولادها هيقول لك مفيش نصيب يا ابني. انا بديك امثله على اللي ممكن يحصل في كل المواقف، لكن برضه لازم اقول لك ان القناه دي مش معموله علشان تعرف تشقط اكبر عدد من البنات انت نفسك فيه. اه دي غريزتنا كرجاله، بس برضه ربنا حط لنا كنترول. زي ما غريزه البنات الارتباط الفوقي، بس ربنا حط لهم كنترول برضو. فانت غريزتك تعرف اكبر عدد من البنات، قشطه، انا ما عنديش مانع. لكن خلي اللي انا بقوله لك ده وسيله انك تنقي البنت الصح. انا دايما كل فيديوهاتي متمحوره على ازاي انت تعرف البنت المناسبه ليك. فانا مش بشجع ان انت دي شقطايه، ادي دي لو هتعدي، انا شفتها في بارتي في الساحل فمش عارف ايه. هو اللي انا بقوله هتعرف تستخدمه في ده وهينجح معاك، بس برضه هينجح في الحلال. فانت اللي في ايدك تختار تستخدمه في ده ولا في ده. لكن انا عامله ليه؟ عشان تستخدمه في ان انت تعرف البنت على حقيقتها، مش تتخدع من حجاب ولا شويه لبس واسع ولا حاجه طريقه كلام مزيفه هي عاملاها عشان تشدك بس في الاول وهي ليها ماضي مثلا. بس نرجع لموضوعنا. البنت بتبص للي قيمته اعلى منها في مستواها، لا اقل منها لا برضه. المشكله اللي بيقع فيها اكبر الرجاله، والسبب اللي انت مع ان قيمتك عاليه مش عارف تخليها تحبك، هو ان انت بتوريها ان انت قيمتك عاليه فعلا. تشرح لها ده، مثلا بتقول لها انت بتاخد كام، شغال ايه، عملت ايه عشان تشتغل الشغلانه دي، ايه طموحاتك في الحياه، ايه الحاجات اللي انت حققتها في حياتك. الحاجات دي كلها انت بتقولها علشان توريها ان قيمتك عاليه. في ناس بتعمل كده وهي مش دريانه، وفي ناس ودول نسبه كبيره بيعملوا كده هم قاصدين، اللي هو بص ده مفتاح العربيه بتاعي، انا عندي عربيه تحت، عربيه كيا سبورتاج مش عارف ايه، انا شغال طبيب مش عارف كذا، انا عندي عياده مش عارف فين، انا باخد كام في الشهر. هو بيقول كده فاكر ان هو مثلا يقول لها انا عندي شقه، انا عندي مش عارف ايه، انا عندي وديعه في البنك. الحاجات دي كلها مع ان وديعه في البنك ربا بتعملش كده، بس انت بتقول الحاجات دي كلها علشان توريها ان قيمتك عاليه، على امل ان هي لما تشوف ان قيمتك عاليه هتحبك، على امل ان هي لما تشوف ان انت راجل مستقر ماديا وظابط حياتك، فانت جوه دماغك ده انا عندي شقه هتحبني، ده انا ناجح في شغلي هتحبني، ده انا حققت حاجات كتير حلوه في حياتي. معنى كده ان انا بتحمل المسؤوليه، ومعنى كده طالما بتحمل المسؤوليه يبقى هتحس بالامان معايا. ده اللي جوه دماغك عشان انت بتفكر بالمنطق. انما بقى لو احنا هنفكر بتفكير البنت، وهنا القناه اسمها افهم دماغ البنات. احنا دماغنا حاجه ودماغهم حاجه تانية. علشان كده انا بفهمك دماغهم وبفهمك اللي هيترجم جوه دماغها من اللي انت هتعمله. طب لو انا دلوقتي رحت البنت وقلت لها انا عندي شقه وعندي عربيه وعندي بتاع، عارف ده هيترجم في دماغها ايه؟ انت فاكر ان هو هيترجم حاجه حلوه؟ لا خالص، بالعكس. ليه؟ هتشوفه ان انت مش واثق في نفسك وان انت قيمتك قليله. ليه؟ لان اللي قيمته عاليه ما بيقولش. بمعنى، انا دلوقتي مديرك في الشغل، لو انا كل ما اشوفك اقول لك ولد انا مديرك في الشغل، خلي بالك انا مديرك في الشغل، 5 دقايق تاني ولد انا مديرك في الشغل، هل انت هتحترمني ولا هتبص لي ولا هتعبرني؟ وهبقى قدامك عيل صغير مع ان انا مديرك، بس انا عشان كل شويه بقول لك ان انا مديرك فانت خدت فكره عني ان انا مش واثق في نفسي. تلقائي كده مستوى احترامك ليا قل. البنت نفس الكلام، لما انت تقول لها انا عندي شقه، انا عندي عربيه،
انا نجحت في حياتي، انا بنيت نفسي من الصفر، انا عربيتي نوعها كذا، انا بعمل كل شهر بطلع مش عارف حاجه للفقراء بكذا. الحاجات دي حلوه، الحاجات دي قيمتك عاليه فعلا. بس اللي قيمته عاليه ما بيقولش انه بيترجم جوه دماغها ان انت محتاج تثبت لها نفسك. مع ان العكس، انا قلت لك البنات بتحب توصل للشخص اللي قيمته اعلى منها. ازاي هتشوفك قيمتك اعلى منها وانت اللي بتثبت لها نفسك وانت اللي بتعبر لها عن قيمتك؟ ده في عدم توافق. ان التوافق ده اهم حاجة في العلاقات كلها. ما ينفعش تقول حاجة وتعمل عكسها. ما ينفعش مثلا تقول لها انا مش عاجبني ان انت ما بتصليش وانت ما بتصليش اصلا، ده يعمل عدم توافق. او مثلا ما ينفعش تقول لها انا ما بحبش الحاجه دي وبعدين هي تعملها قدامك وانت تعديها، ده في عدم توافق. لازم يكون دايما في توافق في تصرفاتك في كل حاجه سواء كانت كبيره او صغيره. فلما انت تقول لها انا قيمتي عاليه، ده معناه عدم توافق، لان الشخص اللي قيمته عاليه مش محتاج يقول. لو انت ملك هتحتاج تقول ان انت ملك قدام عبد؟ ما هو اصلا عارف ان انت ملك، فانت بتتعامل اكنك ملك. ده نفس الكلام اللي انت محتاج تعمله معاها. انت قيمتك عاليه، اتعامل ان انت قيمتك عاليه. ودي غلطه انا عملتها من حوالي سنه. بص، عملتها وانا عارف الريد بيل وعملتها وانا عارف كل حاجه. بس انا دايما بقول لك انا ما بشرحش حاجه في القناه هنا الا لما بكون مجربها ومجرب عكسها وعارف الصح فين والغلط فين. انا ولا بقول الكلام ده من كتاب ولا بقوله مترجم ولا اي حاجه، انا بقول اللي انا فعلا مجربه. انا جربت ان انا عرفت البنت، اتشدت لها واتشدت لي واتكلمنا ولعبت الجيم والدخله الصح والنكش وخليتها تأهل لها نفسي وبتاع. بس في النص وانا ما كنتش واخد بالي، انا كنت بحكي حاجات كتير قوي عني. عرفتها مثلا ان انا بحب ضرب في البورصه، عرفتها ان انا بحب اتابع البيتكوين، عرفتها ان انا عايز اعمل مشاريع، عرفتها ان انا عندي اكتر من مشروع في نفس الوقت. حتى قلت لها ان انا عندي مشروع على اليوتيوب اللي هو المشروع ده. فدي مشكله. ليه مشكله؟ لان انا كنت بحكي ده وانا وقتها كنت فاكر ان ده هيخليني اقرب منها، ان هي بتعرف عني هتشوفني ناجح فهتقرب مني. بس مع الوقت لقيتها بتبعد اكتر، فانا بعدت لان انا عارف لما بنت تبعد انا مش هينفع اقرب. انا برضو انا عارف اللي انا بعمله ايه، بس دي حاجه ساعت مني، حاجه وقعت مني. بعدين قربت تاني، لما قربت تاني رجعت اكلمها، لما رجعت اكلمها بعدت تاني. في حاجه كانت غلط لحد ما فجاه لقيتها عملت انفريند، لقيتها ما بتردش، مسحت رقمي. طبعا ما رجعتش اكلمها، ما سالتهاش ليه، انا مش محتاج اسال ليه. حللت بقى الموضوع، رجعت كده قريت اللي انا بعته، افتكرت المكالمات اللي ما بيننا، افتكرت لما نزلت شفتها انا عملت ايه. واللي لقيته ان انا حكيت حاجات زياده عني. الحاجات دي حلوه فيا، الحاجات دي ترفع قيمتي، بس انا ما كنتش محتاج اقول لها ده، مع ان انا واثق في نفسي. يعني مش محتاج ان انا اقول لها الكلام ده علشان هي تاخد فكره عني ان انا كويس. لكن اللي ترجم جوه دماغها ان طالما انا بحكي الحاجات دي من نفسي يبقى انا قيمتي قليله، طالما انا قيمتي قليله يبقى خلاص، سواء انا في نفس مستوى قيمتها او قيمتي اقل من قيمتها هي مش هتشوفني اصلا. هي محتاجه تحس ان انا فوق وهي تحت، هي عايزه كده. فما تتكسفش ان انت تعمل كده. طب تقول لي ازاي اعمل كده؟ اقول لك خليها هي اللي تأهل لك نفسها بدل ما انت اللي بتأهل لها نفسك. كل اللي مطلوب منك ان انت تشوف الفيديو ده، هتلاقي فيه الطريقه كلها بالاسئله. لو انت محتاج حتى تسأل نفس الاسئله بتاعتي هتلاقيني هلك الفيديو، فخش هنا.